بعد 10 سنوات من إصدار التقرير الذي كشف خريطة الطريق التي اعتمدتها السلطة البحرينية وقتها وتأسيسها لمنظمة تنفيذية خارج نطاق الشرعية للعمل على السيطرة على مفاتيح السلطة والسلطة. الآن بعد 10 سنوات لا أعتقد أي إنسان اطلع على هذا التقرير يجد أي صعوبة في أن يكتشف أن المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة للمجموعة الحاكمة في الرفاع، وبالنسبة لهم الاستمرار في تنفيذ هذا المخطط للسيطرة على مفاتيح السلطة والثروة في البحرين هو أصبح أمرا في البحرين. إن محاولات طرح تصورات للحوار أصبحت هي جزء من اللعبة لكسب الوقت ومحاولة شق صف الوحدة الوطنية وشغلها بقضايا جانبية. ليس هنالك أي أرضية للحوار، وقد طرحت أنا منذ 4 سنوات أن الأحداث على الأرض تجاوزت تماما أي منطق للحوار، وطرحت أن التفاوض هو الآن الشكل المهم والضروري بين أطراف الصراع، السلطة والحركة الشعبية. وأقصد بأن هنالك فرق كبير بين الحوار والتفاوض، لأن الحوار هو مفتوح، ليس هنالك أجندة، ليس هنالك برنامج زمني، صحيح. ليس هنالك لجنة مستقلة تعمل على إدارة هذا التفاوض. التفاوض مهم وضروري لأنه يضع الأجندة التي سوف يتم الاتفاق حولها لترتيب أوضاع البحرين في بس بنهاية الأمر دكتور صلاح البندر، النظام البحريني، الملك البحريني رأس النظام يريد التخلص من الشيعة بكل صراحة. أي نعم، هذا واضح. الآن أي شخص يفهم في أي أبجديات العمل السياسي أو الاجتماعي يجد أن الأهداف النهائية المستهدفة هي السيطرة على مخرجات العمل الوطني تماما، وإضعاف الشيعة كغالبية ليس هنالك شك في ذلك. طيب. المشكلة الحقيقية التي يواجهها الديوان الملكي الآن أن الأقلية السنية أصبحت خارج نطاق البث المباشر والسيطرة المباشرة. لذلك يعمل الديوان الملكي من وقت إلى آخر إلى محاولة استفزاز والتخويف وإرهاب المجموعات السنية في البلاد من أن هنالك محاولات مستمرة من إيران ومخططات مدعومة من حزب الله ومن إيران وغيرها للسيطرة على إيران، وبالتالي تصدير المشكلة من ما يحدث داخل البحرين إلى محاولة تحويلها إلى قضية أخرى من قضايا. طيب، بس بالنسبة لنقطة شماعة التدخل الخارجي هي نقطة جد مهمة، وواضح أنه لديك ما تقوم به أجهزة الإعلام ينفصل تماما عن الخطة المركزية لممارسة إرهاب وإعادة تشكيل اتجاهات الرأي العام داخل البحرين وخارجها. جزء من هذه الرسائل موجهة إلى رفع حرارة الشارع السني الذي أصبح بعيدا تماما عن كل محاولات السلطة، ومن وقت إلى آخر تحاول هذه الرسائل الإعلامية إثارة الخوف والتوجس وسط الطائفة السنية الكريمة التي شعرت مرة تلو المرة بأنها مجرد أداة من أدوات النظام للسيطرة على مفاتيح السلطة والثروة. طيب، بما أنك تتكلم بصراحة بهذه النقطة أنه النظام يحاول إثارة الفتنة الطائفية بين المكون الرئيسي الشيعة وبين السنة، هل أنت عشت بالبحرين دكتور صلاح البندر، هذا قابل للمخطط للتحقيق أن يكون في فتنة بين الشيعة والسنة؟ يا أختي الكريمة، هذه المحاولات ليست جديدة، واللحمة الوطنية ومحاولات ضرب النسيج الاجتماعي مستمرة لسنوات طويلة، وأخذت أشكال حادة في بعض المنعرجات، وتم استيراد بعض الأساليب من الدول المجاورة للعمل في هذا الاتجاه. من الدول المجاورة مثل من يعني دكتور الدول المجاورة من تقصد؟ أنا أقصد ما يحصل في السعودية ومحاولات عدد كبير من المجنسين السوريين والعراقيين الذين يعملون بأجهزة الإعلام البحريني
ومحاولتهم استيراد أساليب عمل لشق الوحدة الوطنية ولعب الكارت الطائفي لرفع درجة التحشيد والمواجهة على المجتمع. ولكن هذه الأساليب أثبت فشلها بأن القيادة الروحية والسياسية للأغلبية عملت في خلال السنوات الماضية على تفادي هذا العمل، وطرحت تصورات مختلفة تماما في اتجاه دعم الوحدة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي. نعم. ومحاولة توجيه الأنظار إن القضية في جوهرها قضية سياسية بين نظام حاكم يعمل على ممارسة أساليب خارج نطاق الشرعية والشرعية المتفق عليها. دكتور صلاح البندر، يعني التصعيد الأمن الأخير وهذه الخطوات المتتالية المفي بين يعني فاصل أو زمني كانت بأوامر سعودية تحديدا لحسم الوضع في البحرين؟ قطعا على طول الخط يجب أن نفهم أن تحريك ما يحدث في البحرين يتم بالتنسيق الكامل وبالتوجيهات المباشرة من السلطات السعودية. نعم. السلطات السعودية الآن تواجه تحديات حقيقية في فشل مشروعاتها على مستوى العراق وسوريا ولبنان ومصر واليمن، وتحتاج إلى تحريك الملف البحريني لدعم وتشتيت بعض الانتباه مما يحصل في المناطق الأخرى التي تواجه فيها تحديات حقيقية. في تقديري أن الخوف من البحرين راجع إلى تأثير البحرين الجزيرة على ما يسمى البحرين الكبرى، المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي المخزن الكبير للثروة السعودية في الأول والآخر، حيث توجد كل موارد ومصادر الطاقة البترولية التي تعتبر مصدر الأساس للأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي محاولة القضاء على ما يحدث في البحرين وهي إحدى المحاولات للسيطرة على تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. طيب. وللأسف الشديد أن ما حدث من تداعيات وعدم اهتمام كافي بالتصفية التي تعرض لها الشهيد النمر دفعت السلطات السعودية إلى محاولة تكرار المسلسل للتخلص من القيادة الروحية لطائلة الدواسر. الآن في هذه اللحظة التي أتحدث معك عدد المجنسين السعوديين من الدواسر يعادل 3 أضعاف عدد العائلة الحاكمة في البحرين جميعها، بمعنى أن شيخ قبيلة الدواسر يتحكم فيما يزيد عن 40,000 شخص موجود في البحرين ينتمي إلى السعودية، وبالتالي الوجود السعودي 3 أضعاف الأسرة الحاكمة. هذه نقاط يجب أن ينتبه إليها الأشخاص. أما حصر ما يحدث في البحرين في نطاق حقوق الإنسان ومجالاتها ومناقشتها بشكل أو آخر في هذا النطاق لقضية هي في جوهرها قضية سياسية بامتياز، ومحاولة من تجريد لهذه القضية من أي فرص الحل الواقعي والطبيعي. ما يحدث في البحرين هو احتلال سعودي على المستوى العسكري، هو نفوذ سعودي متصاعد، ووجود مزدوج الجنسية السعودية البحرينية بشكل يشكلون نفوذا اقتصاديا وسياسيا يتضاعف يوما بعد يوم. طيب، بس في نقطة بالنسبة للعائلة الحاكمة والأجنحة الموجودة ضمن العائلة الحاكمة، بالنسبة لجناح الخوالد كيف تقرؤون؟ يعني هل هو مفضل عند النظام السعودي؟ ماذا عن ورقة ولي العهد؟ ماذا عن ورقة الأمير ناصر بن حمد؟ هل هو مفضل أكثر عند السعوديين؟ يا أختي العزيزة، أيضا هذه الدعوة سقطت من 4 سنوات. الحديث على أن هنالك أجنحة متشددة وهنالك حمائم وهنالك صقور وهنالك، هذه أيضا محاولة لتضليل الشارع السياسي في البحرين من التحديات الحقيقية. نحن نتحدث عن نظام يملك مصادر ومفاتح السلطة والثروة ويحتكرها تماما، ويعمل على تنفيذ مخطط تفصيلي مدعوم بخطة استراتيجية وبكوادر
وبتمويل سخي لتغيير طبيعة البحرين لونا وطعما ورائحة. هذا المخطط مستمر في خلال ال10 سنوات الماضية وبصورة حسيسة، ولكل صاحب ضمير أن يرجع إلى ما ذكر في ذلك التقرير الذي يتكون من عشرات الصفحات وعشرات التفاصيل وعشرات الحقائق. طيب في كل يوم أنا أرجع إلى هذا التقرير أتساءل هل يقرأ الناس ما كتب